بسم الله الرحمن الرحيم. تحية النضال والصمود في هذه الذكرى التي كنا نأمل أن تكون عيدا للعمال، فكما حرمونا من عيد الأضحى ها هم اليوم يحرمون الطبقة العاملة من أن تحتفل وتخرج في شكل استعراضي لطاقتها ولما تنتجه ولما تساهم في التنمية. لكننا اليوم الطبقة العاملة في القنيطرة تخرج احتجاجا أولا على القانون التكبيري للإضراب الذي يحاولون ويتوهمون أنهم سيحرمون الناس مواطنون بشكل عام والنقابيين خصوصا أن يدافعوا عن حقهم. سندافع عن حقنا وسينقلب السحر على الساحر في هذا القانون. لن نتنازل عن رفضه وسنواجهه ونطالب بإعادة النظر فيه. ثانيا القنيطرة مدينة الصناعة ومدينة قلب النسيج الاقتصادي في المغرب. لاحظنا أن لها ديون الآن كبيرة في المرافق وفي الإنجازات وفي البنية التحتية وفي المؤسسات العمومية التي كتعليم، كم عدد الإعداديات والثانويات، في المستشفيات. الآن هو مستشفى جديد بمواصفات جيدة لكن لا زالت مزيد من المصالح فيه ناقصة. أيضا البنية التحتية في الطرقات والاقتناء والسير والجولات. أيضا في القنيطرة قطاعات كبرى مثل قطاع النظافة التي جمدت أجوره لمدة 20 سنة. هل هذا القطاع الذي يشكل محوره البيئي والوظيفي داخل القنيطرة يبقى على هذا الحال؟ هذا ما لن تسكت عليه الطبقة العاملة بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تمشي في اتجاه الحوار وطاولة حوار على أرضية اتفاق لينصف هذه الفئة في كرامة في مهنتها، في كرامة في أجرها بكل فئاتها، في مأسسة حقيقية لحوار داخل هذا القطاع والرفع من قيمته والدفاع عنه داخل قطاع النظافة بالقنيطرة وخاصة بمعمورة وميكومار. نحيي أيضا قطاعات التي تواجه في القنيطرة كقطاع غير مهيكل من تجار وحرفيين. وهذه الحملة التي لا الحرفي ولا النقابي ولا المواطن يريد تسوية الوضعية ولكن بدون أن تصل إلى حد أن يكون هناك ضرر. ندعو إلى التنظيم في هذه الفئة والتحالف الجماعي من أجل جمالية المدينة أولا معا ولكن أيضا الإنصاف الناس في حقوقها وفي ممتلكاتها لكي نعزز هذا النسيج داخل القنيطرة. التجار والحرفيين والباع المتجولين قبل أن نبدأ بالإصلاح يجب إيجاد البدائل. نحن سنكون معهم أيضا ونتوجه إليهم في تحالف ميداني وتفاوضي في هذا الموضوع من أجل حرية النقابية في المنطقة الصناعية. حرية النقابية بالقنيطرة أيضا تتعرض لعدد من المضايقات، خصوصا نبدأ من المنطقة الحرة التي تحتاج إلى تحرير وتغيير اسمها المنطقة التسريع الصناعي. أن تخفي أن في هذه المنطقة بالآلاف من شبابنا. أولا نلاحظ عدم استيطان والسلطان المعرفة التكنولوجية عند المغاربة. يقصون من حقهم في أن يستوطنوا المعرفة التكنولوجية والمعرفة داخل يعطونها لأجانب، وهذا خرق وهذا لن يفيدنا في هذه الإعفاءات الضريبية التي استفادوا منها مع إخواننا في هذه المنطقة الحرة ومع العمال حتى تحريرها إن شاء الله. شكرا. الصلاة والسلام على رسول الله. مصطفى العينيع، كونفدرالية الديمقراطية للشغل قنيطرة. نحييكم اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية في ذكرى أممية لفتح ماء 2025. كان من المفروض أن تكون استعراضية احتفالية ولكن الحال عكس ذلك، فكانت الجماهير في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المرتبطة بالطبقة العاملة تحتج اليوم بصوت عالي على غياب حوار اجتماعي يلبي الحاجيات المتراكمة للمواطنين. ما تطلبه هذه الطبقة العاملة ليس من حكومة أو من باترونة أو من جهة أخرى، بل هي حقوق للمواطنات والمواطنين. المواطنين عند بداية الاستقلال ضحوا في الضرائب والآن يريدون استردادها، بالتالي هذه حقوق وليست من أحد. تنتزع الحقوق نعم ولكن لن نتنازل عليها. قضيتنا الوحدة الترابية أولوية وقضية فلسطين مرتبطة معنا. قضية وحدة التحرير، تحرير الإنسان قبل الأرض.
لأن الإنسان هو الذي سيحمي أرضه، ثم تحرير الأرض من كل الاستغلال والهيمنة الدولية. نرفض قانون الإضراب، نوجه تحية للعمال في المنطقة الحرة وندعوهم للاكتفاف. نحيي التجار والحرفيين في كل مناطق قنيطرة وفي قلبهم الخبازة. نحن معكم وحلفاء في الميدان، والنصر حالفنا، ونطالب الحكومة بجلسة حوار وليس مواعيد على دماء الشعب ومع المضاربين والاستغلال ديال الأزمات. استغلتوا الأزمات وحرمتونا من العيد، ولكن ما نخليكمش تحرمونا من حقوقنا، وسنواجهكم في الميدان وبعزيمة وبإرادة وبوحدة. شكرا. معك قفاف سعيد، نائب الكاتب الإقليمي، نائب الكاتب الكونفدرالي الإقليمي. تأتي هذا اليوم، نخلي اليوم الأممي للطبقة العاملة عبر العالم، ويأتي في شروط جديدة وفي شروط مختلفة عن سابقتها. منها هناك مجموعة من التراجعات على صعيد المكتسبات اللي تخص الطبقة العاملة، وكذلك الحقوق الشغلية، ثم كذلك تمرير قانون ما يعتبر قانون تكميلي للحق في ممارسة الإضراب، رغم أنه منصوص عليه في الدستور ورغم أنه مضمون بالمواثيق الدولية. ثم هناك كذلك ما تعرفه العالم، ما تعرفه يعني الساحة على مستوى المغرب، من واحد الغلاء خطير، واحد الغلاء فاحش اللي غير مسبوق، واللي تضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي ومنهم الطبقة العاملة. في ظل هذه الظروف يعني اللي تتسم بنوع من التشنج، يعني هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية أنها ما دام تسمي نفسها هي حكومة اجتماعية، أنها تأخذ بعين الاعتبار حقوق والمطالب ديال الطبقة العاملة، وهي جزء من مطالب الشعب المغربي من أجل الكرامة ومن أجل المجتمع الديمقراطي. وشكرا لكم. اليوم جئنا للذكرى الأممية على النوعية العمال. كنلاحظوا حضور جماهيري قوي يدل على تضامن الطبقة الشغيلة في إقليم قنيطرة. نلاحظ كذلك حضور قوي ووازن للطبقة العاملة البنكية في الإقليم. شعارنا لهذه السنة هو جميعا من أجل إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الأجرية. جينا اليوم في هذه الذكرى، جينا كنا باش نصوتوا الصوت ديالنا الجهات المسؤولة على المطالب ديالنا والحقوق اللي كنركزوا عليها ان شاء الله. رحيم. بالمناسبة هذه العيد الأممي نحيي عاليا الطبقة العاملة، نحيي عاليا الإخوان ديالنا ديال لاريجي إكس راك، مستقبلا الله يسرهم، تنتمناو لهم مسيرة موفقة. هذا العيد هذا اليوم العالمي فاتح ماي بمناسبة باش نفرضوا كاع المشاكل ديالنا والمتطلبات ديالنا والدفاع عن الحقوق وحسن المكتسبات. حنا كما تعرفوا حنا مقبلين على الالتحاق بالشركات الجهوية، تنتمناو ان شاء الله باش نحافظوا على داكشي اللي عندنا، ولما لا المزيد والمزيد. الاخوان ديالنا تنتمناوهم يكونوا في صحة جيدة، يكونوا متضامنين فيما بينهم، والخير ان شاء الله جاي لقدام. تحية نضالية عالية للطبقة العاملة في كل العالم، وشكرا.